واحد غير مسلم استغرب من آية في القرآن الكريم، وبصراحة أنا كمان ممكن أفكر هي ليه الآية دي نزلت ومعناها إيه. سورة الأنبياء الآية 107 ربنا بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الكلام هنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب الطبيعي والمنطقي إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده اسمه رسول الإسلام، يعني يبقى رحمة لكل من آمن به. طب اللي ما آمنش بيه، لو دخلت في مجمل التفاسير المفسرين بيقولوا هو رحمة فعلا للي آمن بيه، واللي ما آمنش بيه اتأجل له العذاب ليوم القيامة. يا سيدي مشكورين وعلى راسنا، بس الكلام ده برضو ناقص حتة. انت لو بصيت حضرتك على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الآخرين المعادين ليه والمقاتلين ليه، هتعرف فين الرحمة. يعني قعد سنين في مكة، اتعذب أتباعه ومات منهم، وحصروهم في شعب أبي طالب ومنعهم عنهم الأكل والتجارة، خرجوهم من بيوتهم، جردوهم من كل شيء، سواء أسياد أو عبيد. ما كانوش كلهم عبيد، سواء أسياد زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف، أو الناس الخدم البسيطة، اتجردوا وسابوا كل حاجة. طيب في تاني غزوة كانت غزوة أحد، شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حد ضربه بسيف وكان في دم على وجهه. فواحد من الصحابة بيقول له: يا نبي الله، ادعي على المشركين، ده الناس بتحاربك، يعني الناس بتقتلك خلاص وبيقتلوا مننا. فقال له ايه؟ انا لم ابعث لعانا ولكن بعثت رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة. وفي احد رسالاته وهو ماشي ما بين الجبلين كان زعلان ان بعض القرى يعني حدفت عليه طوب واذوه حاجات زي كده، فملك الجبال قال له: لو شئت لاطبق عليهم. الجبال قال له: لا، انا عايز اللي هيجي من ظهورهم دول ما يهمنيش، يمكن ربنا يجعل من ظهورهم ناس تؤمن. وفعلا ده حصل. طب جري الاحداث دي كلها وتعالى في فتح مكة، هتتبلور بقى كلمة رحمة للعالمين. اولا فتح مكة كان فيه فرقتين، فرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة اللي هم الكفار او المشركين. وهم رايحين لمكة، واحد من الصحابة فرحان داخل بقى ب10,000 جندي محارب، فبيقول: اليوم يوم الملحمة، احنا خلاص بقى هننتصر وناخد حقنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، اليوم يوم المرحمة. دي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بمين؟ دخل عليهم اي حد امن، حد ما رفعش السلاح هيبقى امن، اللي داخل بيته امن، اللي داخل بيت الحرام امن، اللي داخل بيت ابو سفيان امن، الراجل الكبير امن، الراجل بتاع الدين اللي قاعد في صومعته امن، اللي قال للباقي بقى المحاربين: انتوا شايفين اني المفروض اعمل معاكم ايه؟ قالوا: اخ كريم وابن اخ كريم، اذهبوا فانتم الطلقاء. دي اكبر غزوة وفتوحات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا نشر بيها، اذن بيها نشر الدين بعد كده. عمل ايه في الاسرى؟ اي اسير تعالى عايز تفدي روحك، علم 10 من المسلمين. بص السماحة بتاعت الدين. طيب بعد كده غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم معظمها درء الفساد والظلم عن المظلومين. وليك في مصر آية، وليك في مصر حدث جميل لما دخل سيدنا عمرو بن العاص عشان يرفع ظلم الروم عن المستضعفين في مصر. كان الراجل الكنيسة بتاع الناس اللي قاعدين في مصر مشرد بعيد عن بيته وأهله حوالي 40 سنة. مين اللي رجعه وثبته في الكنيسة؟ طب بص على عدد الكنائس اللي اتعملت في عهد العرب لما دخلوا مصر. بص على المعاملة بتاعت الدولة الإسلامية للقلة اللي موجودين، سواء بقى يهود أو مسيحيين أو لا دينيين أو أيا كان. مفيش تعدي على حقوق. أنت ليك حقك زي المسلم ليه حقه في البلد. هو بالراجل بيدفع زكاة، أنت تدفع جزية، الموضوع خلص. الراجل ده بيحارب، أنت ما بتحاربش. في هنا محاولة تطبيق العدل، هو دي اسمها مقاصد بقى الشريعة. عشان كده حتى الشريعة ليومنا هذا
هي رحمة للعالمين، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه. ما تيجي كده نبص، هو مقاصد الشريعة ايه؟ هتلاقيها دي اللي بيحاولوا يعملوها في الميثاق الأمم المتحدة، وبيحاولوا يعملوها مش عارف في مجالس ايه ومجالس ايه، ومش عارفين يوصلوا، لأن هم مش راضيين يطبقوا التطبيق الكامل بتاع منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجي من أول مقصد لمقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين. أهم حاجة دينك، ولا إكراه في الدين. طيب تاني حاجة حفظ النفس، النفس المسلمة وأي حد تاني، وأي نفس تاني دون المحارب. حفظ العقل. انتشرت العلوم الدينية والعلوم الدنيوية من الشريعة الإسلامية. شوف كم عالم فلك وطب وهندسة وطبيب وعلوم تشريعية في الميراث غزت قلوب غير المسلمين وحلت لهم مشاكلهم، ولقت علاج لأكتر من حالة، ولقت مداواة لأكتر من. انت بتبص هتلاقي الأقوام التانية اللي فيهم الإلحاد، واللي فيهم الانتحار، واللي فيهم واللي فيهم واللي فيهم. رابع حاجة حفظ النسل. خامس حاجة حفظ المال. عمل وضع اقتصادي يحفظ بيه المال، وعمل علاقات كاملة تمشي معاك ليوم الدين، يوم القيامة. ده الفكر، ودي الشريعة بتاعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي رحمة للعالمين. عرفت؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا هي رحمة للعالمين. طيب العالمين دي تضم كمان الحيوانات؟ طبعا. ازاي يحرم اللهو بالحيوان، وازاي يحرم الصيد الجائر، وازاي يحرم الصيد من غير ذبح واكل، وازاي يحط شروط كيف تذبح الذبيحه. يعني ما تذبحش الذبيحه جنب اختها ولازم تحد السكين. دي اسمها رحمه، رحمه بالعالمين. اخدت انت بيها اهلا وسهلا، ما اخدتش بيها هي رحمه لغيرك.